حسن الساخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة. اليوم الغرفة تنظم مائدة مستديرة حول المرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي رأى النور منذ شتنبر الماضي، تقريبا سنة من الاشتغال به، مما أظهر مجموعة من الاختلالات ومجموعة من الإشكاليات والمشاكل التي عرف هذا المرسوم. واليوم سوف نقوم بالإنصات للمقاولات والشركات خصوصا المتوسطة والصغيرة لاستمال هذه المشاكل لإيجاد حلول ورفعها للحكومة لتتميم وتغيير مجموعة من النقاط التي حددت مجموعة من الإكراهات التي سوف تساعد بالرفع من خلق تنافسية بين هذه الشركات، وكذلك لإيجاد حلول لهذه المشاكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رشيدة المنيسي، رئيسة الجمعية المهنية للمقاولات النساء بالمغرب. حاليا اليوم هذا اللقاء اللي تنتواجدوا فيه داخل غرفة الصناعة والتجارة جهة الرباط سلا قنيطرة هو لقاء تشاوري حول المرسوم 431 22 جوج اللي هو مرسوم تيخص الصفقات العمومية. حاليا الدولة قامت بمجهودات كبيرة لتطوير من جودة الصفقات العمومية، ولكن لاحظنا أن كاين بعض المشاكل فيما يخص هذا المرسوم، وارتأينا احنا كجمعية مع الشركاء ديالنا ومن أهمهم الغرفة الصناعة لجهة الرباط سلا قنيطرة أننا نفتحوا واحد النقاش اللي غيمكن لنا نخرجوا به بشنو هما الرهانات اللي بغيناها او التوصيات اللي بغيناها باش نجودوا من هذا المرسوم هذا، باش يمكن ان تبان بعض السلامه في التعامل ديال القطاع الخاص مع القطاع العام ومع الاداره العموميه فيما يخص الصفقات العموميه. شكرا.